انا عارف انك احترت كتير وزهقت تسال نفسك ايه الاحسن، الاي 55 ولا الاي 35؟ طب كاميرا مين فيهم اللي افضل؟ ولا جيب الاي 54 ممكن يكون افضل منهم هما الاثنين اساسا؟ فما تقلقش، كل الاسئله اللي في دماغك دي اتجاوب عليها. وفي البدايه كده حابب اشكر كل واحد فيكم، الناس اللي بتعمل لايك وسبسكرايب، واحب افرحكم معايا لاننا وصلنا 10000 مبتدئ. شكرا ليكم بجد. ولكن عندي عتاب بسيط عليكم كده، اخر فيديوهين نزلوا الريتش واقع جدا، فهمتكم معايا يا ابطال؟ عايزين نشوف الفيديو ده هنقدر نوصله لكام لايك، واوعدكم ان في مفاجآت وجيف اواي جامده جدا لما نوصل 100000. فاتاكد انك عامل سبسكرايب برضه. ولانه وعدت صديقنا ده ان الفيديو مش هيكون فيه موسيقى، فاحب اقول لك ما تقلقش، مفيش اي مزيكا مستخدمه في الفيديو ده نهائي. من غير ما نضيع وقت كتير يلا بينا نبدا. وكالعاده خلينا نبدا بالشاشات. افضل حاجه بتنزل في اجهزه سامسونج هي الشاشه، والشاشات اللي هنا بحجم 6.6 انش، شاشات سوبر اموليد بمعدل ريفريش ريت 120 هرتز وبسطوع 1000 شمعه. طبعا الحجم كبر عن الجيل اللي فات اللي كان 6.4 انش. وبره البيت مش هيضايقوك نهائي لانهم 1000 شمعه فعليه. والشاشات دي جاب ابعاد 1080 في 2340 بكسل بمعدل كثافه بكسلات اقل نوعا ما 390 بكسل لكل انش. وعليهم دلوقتي افضل طبقه حمايه موجوده في الفئه المتوسطه كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس اللي كانت مستخدمه في الجهاز الفلاج شيب السامسونج اس 22 الترا. واكد لك ان مفيش جهاز في الفئه المتوسطه بيقدم طبقات الحمايه دي. انا طبعا مش محتاج اتكلم عن الشاشات ان هي هتديك تجربه ممتازه جدا لو بتلعب العاب او بتتفرج على فيلم او على اليوتيوب، بس برضه ايه الحواف الكبيره دي؟ الشاشه مستحوذه على الواجهه الاماميه للجهاز بنسبه 85%. انا مش عارف سامسونج ليه مش ناويه تطلع من النقطه دي بالذات، بتهيألي هي محددها للاجهزه الفلاج شيب بتاعتها. بس كشكل الحواف فالحواف كبيره فعلا في الجهازين، ولحد دلوقتي اقدر اقول لك ان دول افضل جهازين بريميوم في الفئه المتوسطه. هتحس فعلا انك ماسك جهاز مدفوع فيه فلوس. الماسكه بتاعتهم ممتازه جدا وده بسبب خامات التصنيع. لو نفتكر النسخه اللي فاتت الاي 34 كان جاي بظهر من البلاستيك وفريم من البلاستيك برضه، والاي 54 كان جاي بفريم من البلاستيك بس بظهر من الازاز. انما دلوقتي الاي 35 والاي 34 جايين بظهر من الازاز، مع اختلاف ان الاي 55 جاي بفريم من المعدن والاي 35 مستمر على الفريم البلاستيك. ووزنهم تقيل كده، الاي 55 213 جرام والاي 35 209 جرام. وكويس برضو ان سامسونج ما قدمتش اي تنازل من حيث خامات التصنيع في الجهازين. عندك هنا الاثنين جايين بالاي بي 67، دول بتضمن ان الجهاز ممكن يقعد تحت عمق متر لمده نص ساعه تحت الميه. اي نعم في دلوقتي في الفئه المتوسطه اجهزه بتقدم اي بي 68 شبه الريدمي نوت 13 برو بلس، بس كويس فعلا ان الشهاده دي موجوده هنا. ومن الحاجات الحلوه برضو ان مفيش عندك اي تنازلات، يعني انت عندك مثلا سماعات ستيريو ومكان لسيم كارد، يعني انت ممكن تركب خطين في الجهاز او ممكن تستغنى عن خط وتركب كارت ميموري. طب تعالى نتكلم على نقطه الاداء اللي كانت مخليه اغلب الناس محتاره ما بين الاي 55 والاي 54 والاي 35. الاي 55 جاي بالمعالج الجديد لفئه الاي الاكزينوس 1480، ده معالج بتقنيه تصنيع 4 نانومتر. اما الاي 35 جاي بالاكزينوس 1380 بتقنيه تصنيع 5 نانومتر، واللي برضه كان نفس المعالج اللي موجود في الاي 54. طب اركن الجهازين دول على جنب شويه، الاكزينوس 1480 مقدم تجربه اداء احسن بنسبه 22% عن المعالج اللي كان موجود في السنه اللي فاتت، واللي هو برضه نفس المعالج اللي موجود في الاي 35. وفرق الاداء ده بيبان في النعومه ما بين الجهازين سواء لو بتستخدمه باستخدام عادي، وظهر اكتر لما عملنا اديتنج لفيديو 4K على الجهازين. الاي 35 احتاج 25 ثانيه زياده عشان يخلص الفيديو. طيب لو انا كنت بفكر اشتري الاي 35 اشتريه ولا اجيب الاي 54 بما انهم نفس المعالج؟ اجاوبك على السؤال ده في الاخر لما نوصل لنقطه السعر، لان الاجابه هتفرق معاك جدا. واخيرا بقى تعالى نتكلم عن النقطه المنتظره وهي اللي هتفصل لنا ما بين الجهازين دول، الكاميرا. وعلى الورق فهما بيتشابهوا في السنسور الاساسي ال 50 ميجا بكسل والسنسور الثالث ال 5 ميجا بكسل للمايكرو. بس عندنا في الاي 35 عدسه 8 ميجا بكسل الترا وايد، وفي الاي 55 عدسه 12 ميجا بكسل للالترا وايد، والسيلفي 12 ميجا بكسل للاي 35 و32 ميجا بكسل للاي 55. كل ده كلام على الورق، واغلبكم طبعا مهتم بافضل صور هتطلع ما بين الجهازين دول، بس انا المره دي هخليك انت اللي تحكم عن الكاميرا من غير ما انت واخد بالك. هنلعب لعبه بسيطه مدتها ممكن دقيقه ونص بالكتير قوي. حضرتك دلوقتي مطلوب منك انك تقوم تجيب ورقه وقلم وتعلي كواليتي الفيديو. هنعرض شويه صور للجهاز A والجهاز B، والمطلوب انك تسجل افضل صوره اخدها الجهاز وتكتب له النقطه عندها. اظن كده الفكره وصلت، يلا بينا. اللي عدوا دول كانوا شويه صور من تصوير الكاميرا الاساسيه. دلوقتي تصوير الفيديوهات. عايزك تخلي بالك وانت بتدي النقط، بص على معالجه الالوان، جوده انهي فيديو احسن، التفاصيل باينه في مين اكتر، درجه اللون نفسها كويسه ولا لا.
وده كده التصوير الليلي. الجهاز ايه باين ان فيه صوره الاكسبوجر فيها عالي جدا زياده عن اللزوم، واغلبكم هيعرف ايه هو الجهاز ايه من الصوره دي. الجهاز بي بقى بيقدر يعمل بورتريه في التصوير الليلي. الجهاز ايه ما بيعرفش يعمل تاثير البوكا افكت وهو في اضاءه منخفضه. عاوزك تركز على كل النقط دي وانت بتدي النقط للجهازين. ودلوقتي كده مقارنة تصوير فيديو ليلي ما بين الجهازين. شايف الثبات باين في مين اكتر؟ معالجة الالوان والحفاظ عليها احسن في انهي جهاز من الاتنين؟ وباين في الفيديو ده ان الجهاز ايه مدي الوان ورم اكتر في الفيديو. ودي كده مقارنة الكاميرا السيلفي. طبعا اغلبكم هيبقى عارف دلوقتي انهي جهاز من حيث التفاصيل. طبعا عدسة 16 ميجا بكسل وعدسة 32 ميجا بكسل. طيب كده خلصنا. عايزك دلوقتي تكتب لي في الكومنت انهي جهاز اللي كسب معاك، جهاز ايه ولا الجهاز بي؟ مستعد تعرف مين هو الجهاز ايه؟ الجهاز هو الاي 35 وبي هو الاي 55. مستني اشوف ارائكم وهل في نتائج متضاربه ما بين الناس في الكومنت ولا لا. وبرده في شويه مميزات في الكاميرا ما بين الجهازين لازم نقولهم، شبه مثلا الشارب سيجمنت، ودي بتقترح عليك انك تحرك الكاميرا عشان تاخد افضل زاويه للتصوير، او حاجه مثلا شبه الاوتو فريمنج، ودي اللي بتخلي الفيديو يزوم من نفسه على الحاجه اللي هو بيصورها، وطبعا ده هتفرق معاك جدا لو انت بتصور حاجه بتتحرك. والاي 55 عنده شويه مميزات كده، مثلا ان هو بيقدر يصور بالكاميرا الخلفيه والاماميه الاثنين سوا. الاي 35 ما بيقدرش، او لما بتصور على 1080 بي اوبشن ال 60 فريم بيكون موجود في الاي 55 بس. انت عملت لايك ولا لسه؟ مش قلت لك الريتش واقع وعايزين نظبط الفيديو؟ شكلك لسه ما عملتش لايك. الحاجه بقى اللي بتخلي اغلب الناس مهتمه باجهزه سامسونج حتى لو الاداء وحش هو الواجهه بتاعتها، وطبعا نازلين باحدث واجهه من سامسونج ال1 يو اي 6.1 واللي مبنيه على نظام تشغيل اندرويد 4. والمميز في سامسونج ان هي بتهتم بالتحديثات، مدياك 4 سنين من تحديثات الاندرويد و5 سنين من التحديثات الامنيه، واجزم لك ان مفيش شركه في الفئه المتوسطه بتقدم الرقم ده. وانا طبعا مش محتاج اتكلم عن واجهه سامسونج، ولا اقول لك تعالى نتكلم عشان فيها شويه مميزات خطيره جدا. حاجات مثلا داخل فيها الذكاء الصناعي شبه التعديل على الصور، الجهاز هو اللي يعدل لك على الصوره من نفسه، او انك مثلا تختار حاجه معينه من الصوره ممكن تنقلها زي ستيكر او تحطها في نوتة، او ممكن مثلا تعمل عليها سيرش، او ممكن تشيل حاجه معينه من الصوره، وكل ده بالذكاء الصناعي. او ميزه مثلا شبه كويك شير، ودي اللي بتخليك تقدر تنقل ملفات كبيره بسرعه عاليه ما بين اجهزه الاندرويد. الملف اللي بيتنقل ده معدي الجيجا تقريبا. او لو بتنقل حاجه حساسه جدا بالنسبه لك ممكن تعمل لها برايفت شير، والشخص اللي استلمها منك مش هيعرف يعمل لها اي حاجه، لا ياخدها سكرين شوت او يسيفها عنده في الجهاز، او ممكن حتى تعمل لها تايمر وبعد ما التايمر ده يخلص تتمسح تلقائي من عنده. او حاجات شبه الافكتس اللي بتتحط على الواجهه الاماميه، او الويدجز اللي بتتحط على شاشه الاف. خيارات توفير البطاريه اللي لها اكتر من استخدام، لا فبجد الواجهه مليانه ومريحه جدا. وبما اننا جبنا ست البطاريه فهي كويسه جدا في الجهازين. البطاريه اللي بسعه 5000 ملي امبير واللي استهلاكها موفر جدا جدا بسبب معالجات اكزينوس اللي اوبتمايز اكتر على اجهزه سامسونج، وبسبب ما قلت لك الواجهه اللي بتوفر في البطاريه. الجهازين مستريح هيكملوا معاك اليوم، بس المؤسف ان هم بسرعه شحن 25 واط، ودي بجد حاجه مؤسفه جدا. سامسونج عايزين نشوف تطور في سرعه الشحن دي، في اجهزه بتعدي دلوقتي، ده في جهاز وصل ل 240 واط، احنا لسه تحت خالص. تعال بقى نتكلم عن الاسعار وهقول لك رايي الشخصي في الجهازين دول والجهاز اللي فات الاي 54. سعر اول نسخه من الاي 55 ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام بتبدا من $390، ولما ينزل مصر مثلا ممكن نحطه في رينج من 20 ل 22 الف جنيه، وسعره بيبدا في السعوديه الاقل نسخه برضه ب 1303 ريال، ونفس النسخه في الامارات عامله 1450 درهم، فواضح ان هو ارخص في السعوديه، وده بالنسبه طبعا لسوق جرير. مش عارف الاسعار في الامارات الفعليه هتكون عامله ازاي، فلو يا ريت حد عارف يكتب لنا في الكومنت. اما الاي 35 بقى بيبدا سعره ب 324 دولار، موجود في السعوديه ب 1050 ريال وفي الامارات ب 1200 درهم. الاي 54 بقى بتاع السنه اللي فاتت عامل دلوقتي 1217 ريال سعودي، فلو محتار ما بينه وما بين الاي 35 لا ابعد عن الاي 54 وهات الاي 35. طبعا هو مقدم لك فيتشرز جديده والواجهه الجديده بالتحديثات، يعني الجهاز مش اقدم منه، ومع ذلك هتاخد نفس المعالج ونفس كل المميزات اللي موجوده في الاي 54. فلو كنت محتار ما بينهم هات الاي 35 هيكون اختيار افضل بالنسبه لك. انا طبعا قلت لك كل حاجه ما بين الجهازين وانت حسيت ان الدنيا وردي، بس في عيوب. اولهم ان العلبه بتجيلك فاضيه في الجهازين، مفيش معاهم اي حاجه غير وصله الشاحن بس، لا هتلاقي جراب في الموبايل ولا سكرينه بتكون متركبه عليه شبه ما اغلب الشركات بتعمل. وافتكر انك فوق سعر الجهاز ده لسه هتدفع فلوس للشاحن وللجراب وكل الاكسترات اللي انت هتجيبها للموبايل ده. وكمان مستشعر التقارب اللي في المكالمات معمول سوفت وير مع كل الحافه الكبيره دي، والحافه دي برضو من ضمن العيوب، بس مع ذلك مفيش مستشعر هاردوير موجود. فانت لما بتشتري من سامسونج مش بتدور انك تاخد
اكتر جهاز متكامل في الفئه المتوسطه، على الرغم انهم ممكن يكونوا موفرين ده في بعض الحاجات، بس انت بتدفع اكتر في اسم سامسونج، لان في شركات تانية بتقدم لك اجهزه متكامله اكتر وفيها حاجات اكتر من اللي موجوده في سامسونج دلوقتي. انت بس بتدفع اسم البراند. عايزك تكتب لي رايك في الجهاز ده، قول لي ممكن تشتريه او ترشحه لحد تاني، ممكن تختار الاي 55 او الاي 35. هبقى مبسوط جدا لو عرفت رايك. وبس كده، ما تنسيش من الشير واللايك والسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.